ثورة 25 يناير كانت من أهدافك الخاصة؟ نعم، هدف خاص يخصني جدا. في إيه؟ في إثبات إني ما ضيعتش عمري سدى. ضيعت عمرك في إيه؟ ما ضيع هو بما إن ثورة 25 يناير حقيقة واقعية يبقى ما ضاعش. هي ثورة يناير اللي أثبتت لي إن عمري ما ضيعتش. نحن قادرون كما فعلها ثوار يوليو 52. التغيير الثوري القادم لن يتم بالضباط الأحرار وإنما بالمواطنين الأحرار بكل جماهير. إذا سدت أبواب الانتقال الآمن الديمقراطي للسلطة ولتداولها، هنبقى احنا بندعو هذا الشعب للانفجار الاجتماعي وللعصيان المدني اللي هو الطريق المشروع للتغيير مثل هذه الأوضاع. أننا في لحظة نتقدم فيها داخل مصر من مشروع لمقاومة مدنية سلمية جادة. نؤمن بأن التغيير القادم لن يصنعه حزب لا الكرامة ولا السواء ولا نخبة ماركسية أو ليبرالية أو إسلامية أو قومية ولا عصبة مسلحة بأي سلاح. لن يصنع التغيير إلا جموع الجماهير. كان الناصريين القدامى لما بيشفوا تجربة جمال عبد الناصر، واحنا ضد شف التجارب وإعادة إنتاجها بظروف غيرها، يقول لك عبد الناصر غير إزاي بالضباط الأحرار صاحب المال. اللي محتاجاه مصر الآن مش الضباط الأحرار، المواطنين الأحرار. وصل الفقر في مصر إلى درجة تؤذن بانفجار، وانفجار سيأخذ الأخضر واليابس، وانفجار هياخد الحكومة وهياخد المعارضة. الشهيد تدعونا اليوم إلى التغيير عشان ما يستشهدش خالد سعيد جديد، التغيير عشان ما يستشهدش الحاج عبد السميع الغلبان وحقكم ينضرب حتى الموت باسم الشرطة. احنا جايين النهارده نقول لجمال مبارك ولحسن مبارك ولكل طامع في السلطة لن نورث بعد اليوم. وإذا كان جمال مبارك بيدس عشان حمدين صباحي يسقط في الانتخابات، والله العظيم أنا دلوقتي أكثر إصرارا على أن أخوض إذا أردتم بإذن الله معركة رئاسة الجمهورية في أول. راجل بيجيب ابنه يحطه رئيس الجمهورية، حاجة مستحيل القبول، مش بالمعنى الديمقراطي، بالمعنى الأخلاقي، بالجدعنة، بالشهامة، بالقبول العام. شيء لا يمكن استساغته، مش بس افتقاد للديمقراطية، ده مهانة أخلاقية ليا أنا شخصيا. قد خلقنا الله أحرارا يخلقنا تراثا وعقارا، والله الذي لا إله إلا هو، والله الذي لا إله إلا هو، أننا لن نستعبد ولن نورث. توقعتها ولا اتفاجئت بيها؟ لا، توقعتها ووثقت انها جايه وسعيت ليها وكنت اراها راي العين.